بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في صفحة أطباق الأماني. النهاردة هعمل يعني أطباق من السلطة، مقبلات، وهعمل فلافل مقلية بطريقة يعني طريقة جديدة شوية. معايا المكونات. أنا معايا هنا ده كرنب أحمر متخرط. دي معلقة مايونيز، معلقة تومة، معلقة زبادي. الحاجات دي هتبقى على جنب. معايا عصير ليمون علشان هعملها، بس هقلي الفلافل الاول. ده ورقة ريحان، وده ورقة الكرنب انا قطعتها على هيئة شجرة. ومعايا الافوكادو، وسلقت كمان بطاطس مسلوقة اهي واتهرست هستعملها في بطاطس مسلوقة مكعبات. وعندي الافوكادو خرطته مكعبات. فلفل احمر، زيت زيتون. وهبتدي انا هعمل الفلافل الاول. الفلافل اهي، دي عبارة عن فلافل مطحونة. ممكن يعني تجيبوها جاهزة من العجينة بتاعتها، تشتروها جاهزة من بتاع الفلافل، وممكن نعملها في البيت. أنا عاملاها في صفحة أطباق الأماني، ممكن تشوفوا المكونات من الصفحة. بس أنا أضفت ليها هنا بيضة، طبعا ملح وكمون وكزبرة ناشفة. ده أكيد انتوا عارفين إنها بتتحط لها في الفلافل. بيضة ضربتها، عندي بطاطس مسلوقة، وعندي القالب ده هستعمله للقلي. نبتدي نجهز الطبق شوية هنا. لا لا، على الزيت هنا. لا، الزيت كده هنقلي. عندي القالب ده بالنسبة هيطلع هيطلع كل أشكال الفلافل قد بعض. يلا هنا. أنا الزيت قدح من أول يعني حالي. ده بالنسبة للفلافل العادية اللي من غير حشو. هقليها. دي فلافل فول مش حمص. شوية بقى هنعمل هنا شكل. هحشي الفلافل الأول. هتبقى قرص كتير شوية. هقفلها. لو عندنا سمسم يبقى كويس، انا ما عنديش، بنرشه على الوجه. هنقليها. ممكن اضغط، مفيش مشكلة، لان البطاطس مسلوقة وطرية. عشان لو كورتها ممكن تبقى عايزة زيت كتير في الطاسة، وفي نفس الوقت من جوه مش هتبقى تطلع نايم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شكل تاني، يعني ممكن شكل طويل. الاول نصور دي شكل طويل زي الكفتة تقريبا كده، ممكن في شكلها. انا احب اضيف للفلافل عجينة الفلافل بيضة، علشان تدي نتيجة حلوة في القلي. هو احنا من غير البيضة بنحط بيكربونات صودا، بتدي للفلافل نتيجة كويسة في القلي. معايا هنبتدي بقى نقلي هنا بسرعة عشان ما تتحرقش. خلاص اتقلى. ونشيل اللون اهو. شكلها بالقالب بيبقى كلها قد بعض. ده الشكل التاني طويل شوية، الشكل البيضاوي، وده الشكل المدور. بعد ما تتقلي انا هفتحها لكم كمان تشوفوا من جوه بعد كده شكلها من جوه عامل ازاي. دي خلاص.
ما بتاخدش وقت طبعا، الطبق ده ما بياخدش وقت في التحضير. عايزين طبعا بقدونس مفري للتجميل، انا ما عنديش. انا بصور عادي في البيت عندي عادي، فالموجود انا بعمله وبصوره وبقدمه لكم. كده خلاص يا دكتور. اتمنى ان انتوا تزوروا صفحتي اطباق الاماني وتعملوا لايك اسفل الفيديو. انا بحط الرابط اسفل الفيديو، رابط الصفحه، صفحه اطباق الاماني، وبرضه بحط الرابط بتاع الطبق نفسه لان انا بنزله بالصور في صفحه اطباق الاماني. خلاص كده. دلوقتي طبق الفلافل احنا ممكن هنقدمه. انا عايزه اجرب افتح لكم الفلافل عشان تجربوا شكلها. هو الطبق ده طبق صغير، التجميل انا مش عامله كميه كبيره، ونحط ورق الشجر اصغر شويه. عشان اقطع هوريكم من جوه شكلها. ناخد الطويله. المنظر ده شكلها حلو ومستويه طبعا. وبعدين بقى نجمل الطبق. انا عندي بقى التجميل يعني، هو بصراحه احنا ممكن مفيش انا بقدونس، فانا ممكن ارش من الكرنب الاحمر. كرنب موف، خلاص يا عفرها بتقولي كرنب موف. قد الطبق كده خلص. انا عندي بقى نعمل طبق الافوكادو الاول، هنخلص بسرعه. جاهز. نجيب طبق نعمله. انا قلت مكونات ده ثوم ومعلقه ثوم ومعلقه زبادي ومعلقه مايونيز، هخلطهم. ممكن اعصر ليمونه. الطبق ده كده الأطباق سهلة وسريعة التحضير. عايز تجميل برضو ممكن نجمله بالليمون.
الاتنين خلصوا كده. كده نشتغل بقى حاجة تانية. عندي سلطة الأفوكادو مكعبات، نجيب نحط عليها شوية ملح وعصير ليمون. سهلة طريقتها، ما بتاخدش وقت. الملح وهنعصر ليمون وقبل الليمون انا هحط فلفل احمر هيديني لون، معلقه حسب اللي حابب كتير ممكن يكتر. نعصر ليمون ليمونتين ممكن. وهنحط عليهم زيت زيتون، وفي توم. التوم ده بقى حسب الرغبة، اللي حابب يحط توم يحط. توم مدقوق، ما بيحبش ريحة التوم ممكن ما يحطش. دي حطينا لها زيت زيتون، افوكادو مكعبات مع بطاطس مسلوقة مكعبات مع معلقة توم، اللي مش عايز براحته، عصير ليمون، قليل من الملح. هنقدم برضه وفيها كمان فلفل احمر مطحون حراق، مش هينفع، عايزينها تبان. هرش برضه قليل من زيت الليمون، بس زيت الزيتون انا بحب اكتر من زيت الزيتون، طعمه جميل. طريقة تتحكي لك يا رب. انا كده خلصت الاطباق كلها. نشيل بقى ده كله كده. تعالي بقى هنا، انا معايا هنا ورقة ريحان هنجمل بيها. انا بحب الريحان، بيدي طعم حلو. ده ورق صغير، الريحان ده احنا زارعينه عندنا بأثار صغيرة، بس انا عايزة الورق الصغير ده، ريحته حلو. انا كده خلصت الطبق بتاع الفلافل مع السلطة. الفلافل محشية بطاطس مسلوقة، وسلطة الافوكادو مع البطاطس المسلوق برضو، وسلطة الكرنب الاحمر بالزبادي والمايونيز. طريقة سهلة، طريقة سهلة جدا، مبتاخدش وقت، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.
واللي حابب التوم ياكله، بس بعد ما ياكل التوم ممكن ياكل معلقة بقدونس مفري. هت هتزيل تماما رائحة التوم أو البصل. وأقول لكم مع أماني، الأكل له طعم تاني.